أفاد الحبيب باي مدرب أولمبيك مرسيليا بتطورات غير مطمئنة بخصوص الوضع الصحي للدولي المغربي نايف أجرد، مشيرا إلى أن اللاعب لا يزال بعيدا عن الجاهزية الكاملة بسبب تعقيدات مرتبطة بإصابته الأخيرة. وخلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة لوريان ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، أوضح أن المدافع يعاني من التهاب على مستوى العظام ما أعاق اندماجه مجددا في التدريب الجماعي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الطاقم الطبي للنادي يعمل بتنسيق مستمر مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لضمان تتبع دقيق لمسار علاجه. ووفق المعطيات الواردة من مركز تدريبات كوموندوري، فإن عودة أجراد التي كانت منتظرة خلال شهر ماي لم تعد واردة بعدما أظهرت الفحوصات الطبية وجود كسر على مستوى عظم العانة. هذه المستجدات جاءت بعد العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب في 12 من مارس، مما اضطر الطاقم الطبي إلى تمديد فترة التأهيل، وبالتالي تأكد غياب نايف أجرد عن ما تبقى من مباريات الموسم، مع توقع استئناف نشاطه الرسمي مع بداية موسم 2025-2026. ويمثل غياب أجرد خسارة مؤثرة لمدرب الفريق الذي كان يعول على خبرته الدفاعية في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما يزيد من متاعب الطاقم التقني للمنتخب المغربي في ظل الاستحقاقات المقبلة. وتتابع الجماهير المغربية بقلق كبير تطورات الحالة الصحية لمدافع أسود الأطلس، خاصة في ظل الحاجة إلى جاهزية كل العناصر الأساسية تحسبا للتحديات القادمة على الساحة الدولية. شكرا لكم على المتابعة.